جات لك فرصة كبيرة كأهلاوي من السما كده، والزمالك خسر من مودرن سبورت 1-0 في الدوري، وبقى أمرك بإيدك. يعني إيه أمرك بإيدك؟ يعني أنت لو كسبت بيراميدز الماتش الجاي أنت بقيت الأول من غير ما تبص على نتائج حد. إحنا ربنا بيحبنا، ربنا حاسس بالجمهور. دوره الباقي بقى على اللعيبة يحسوا بقيمة التيشيرت اللي هم بيلعبوا له، وينسوا المدرب شوية، لأن أنا عارف إن هو مش مدرب. حاليا أنا مش معتبر خالص إن الأهلي في مدرب اسمه مارسيل كولر. كان عندنا مدرب شاطر اسمه مارسيل كولر، دلوقتي احنا ما عندناش مدرب. ضيف على كده صفقة مصطفى العش. صفقة مصطفى العش خلصت خلاص، انتهت تمام، وهيجي الاهلي بس على سبيل الاعارة ومش بنية الشراء. ده اللي احنا كنا بنقوله بعد ما نادي زد نزل بيان كبير جدا بيقول ان اللاعب مش للبيع وللاعاره، وان في عروض جايه له من ليبيا ومن الخليج. بدانا نفتكر ان احنا كنا عايزين اللاعب ده وعندنا نقص مدافعين، واتكلمنا. بس لما اتكلمنا كان شكرا، كان خلاص كانت الحاجه ب جنيه بقت ب 10 جنيه. ده اللي احنا كنا بنقوله، خلص اللي وراك بدري بدري ترتاح. ان احنا ما عندناش الاسلوب ده في النادي الاهلي، فاضطرينا نجيبه في اخر لحظه وعارفين ان احنا مزنوقين، لدرجه ان محمود الخطيب عرض على ملاك نادي زد 50 مليون جنيه لو هيحول يعني اعاره بشراء، لكن هم رفضوا. طبعا اللعيب هيجي عندك وتتالق بعد كده في كاس العالم للانديه، ممكن سعره يزيد، ووقتها اللاعب مش ملكك، اللاعب ملك زد. هو يقعد ويحط رجل على رجل ويشوف احسن العروض واحسن الاسعار اللي هتجيله، وبعد كده يبيع اللاعب. احنا اللي عملنا كده في نفسنا، عشان الاداري هو اللي وصلنا لكده. اما اللاعب السلوفيني المهاجم جراديشار، المفروض على كلام النادي الاهلي انه خلاص حاليا جاهز الكشف الطبي اللي اتعمل له هناك في المجر، والمفروض ان هو هيتم الاعلان عن الصفقه وانه هيكون متواجد بكره او يوم السبت بالكثير. يا رب يا رب الاثنين دول هم او غيرهم من اللعيبه اللي هيتم قيدهم يكونوا موجودين في قائمه ماتش بيراميدز. ما تقوليش انسجام، ما تقوليش ما اعرفش ايه، كل الكلام ده فاكس. احنا في وقت عصيب وفي مرحله ما تسمحش خالص ان احنا نفكر في انسجام وما انسجامش. احنا عايزين لعيبه تيجي تنقذنا. احنا بنلعب بامام عاشور مهاجم، وبنلعب بعرفش باك شمال باك يمين، وبنلعب بخط وسط جناح، وبنعمل حاجات غريبه في الكوره مش موجوده. فاحنا محتاجين ناس تيجي تنقذنا فورا. مفيش حاجه اسمها انسجام وما انسجامش، اللعيبه دي تيجي وتتحط في القايمه وتلعب. ده الحل الوحيد لينا عشان خاطر نقدر نعمل حاجه قدام بيراميدز. اما الجمهور فلازم يكون متواجد. انا عارف ان الجمهور واخد موقف من الاداره، بس احنا ما بنشجعش الاداره، احنا بنشجع كيان. الجمهور لازم يكون متواجد في الملعب، يقفل ال 30,000 اللي احنا مسموح لنا بيهم، لان ماتش زي ده ماتش مهم جدا. لو الاهلي خسر من بيراميدز كارثه كبيره مش هنفوق منها غير بعد شهور. الماتش ده بالنسبه لنا ماتش فيصل، ما فيهوش اسم على اتنين.